كبيرة، لازم اني تطلع ترند، لازم نتفاعل احنا اصلا العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم لمياء قيس الذي وصلت لنهاية ذا فويس، وفي مشاهير كثير بيطلعوا يتضامنوا ويصوتوا وينشروا لها علشان تفوز في ايش؟ تفوز في غنى، في مسابقة غنى. ما فيش حاجة، هذا اللي احنا العرب والمسلمين هذا الذي احنا فالحين فيه فقط. ما نقدرش احنا نطلع لو فيه مثلا تخرجت 1000 بنت قارئة قرآن، ما نقدرش نطلع ترند. لا، حاجة طبيعية، قرآن يعني شيء طبيعي، مش حاجة مهم. مغنية هذا حاجة كبيرة، لازم اني تطلع ترند، لازم نتفاعل احنا اصلا العرب، نتفاعل مع هذا السماجات. الله الله، وين راح اصل العرب، وين راحت المسلمين بشكل عام؟ السماجة ندعمها، التفاهة ندعمها، معصية الله ندعمها. تعال جيب لي قول لي ان القرآن حتى على هذا الشيء وانا اقول لك انا بدعم. تعال يلا تكلم، لا تقولوش لا انت متشدد، ولا ترجعوا خلاص ثقافات، ترجعوا برستيج وتطور وتحضر. انت انسان معقد وانت انسان متخلف. بنت تطلع تغني معصيه، وبعدين فتره بقت تستمر على ما الان تقول هي صغيره، بقت تكبر على هذا الشيء لان الناس حبوها وهي متبرجه، وهي في نفس الوقت بتغني. فلهذا هي بقت تستمر بنفس المجال ونفس الطريقه حتى ولو كبرت، لانه رزقها ومصدر دخلها، والناس حبوها في هذا الحاجه. ما حبوها على حلا سود عيونها. لو كانت بتقرا قران ما حد بيشوفها. انا عارف الكثير. المحتوى الهادف عندنا في الوطن العربي بشكل عام ما يطلعش ولا يتقدم ولا يفعل شيء، فقط المحتوى التافه والحاجه السامجه نطلعها ترند، كلنا نتكلم. الله بيقول في محكم كتابه: وقفوهم انهم مسؤولون. صدق الله العظيم. يوم القيامه احنا مسؤولين، كل شيء، كل تفاعل، كل هذا احنا محاسبين عليه. في هذا اتقوا الله، اتقوا الله، وشوفوا ما تنشروا ما يرضي الله. لا تدوروش المشاهدات واللايكات والشهرة على حاجات سامجة. سلام.